السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم في فيديو جديد. طبعا انا مشكلة انا بدأت الفيديو فطري الكاميرا مبتصورش، فكل اللي فات ده حكاية، فتعالى احكي لكم ايه اللي حصل. تعالى نقفلها على ده. بصوا يا رجالة، طبعا احنا قلنا لكم فاضل النتاية بتاعت الذكر ده اهو. بص الطريقة التقليدية دي اللي انا ايه، بس النتاية دي بقالها فترة اصلا ما بتطيرش، فهي تقيلة اصلا، فلما طارت مني قبل كده مكانتش بتعلى اصلا. طبعا زقلت ومراته اهو. طبعا برضه ايه، فتحنا عليهم اهو. طبعا بص يا رجاله، النوبه اللي فاتت قلت لكم الزغلولين كل ما اوري حاجه في حاجه تحصل. يعني الزغلول التاني مات يا رجاله، يعني الحمد لله يا رجاله. اصلا قلت سموا يا رجاله، انتوا اتفرجتوا من غير ما تسموا يا رجاله. طبعا الزغلول ده راح في داهيه خالص متكسح، مستنيين بس يكبر شويه طاير رقبه امه. طبعا معانا زغلولنا بسم الله ما شاء الله برضه. ما بصوا عشان اي حاجه هسمي فيها ان شاء الله. ده برضو من ده ايه، من الحفاظ برضو المكان اهو. خلاص. طبعا الترة دي انا ربطت لها، ليها امكانيه محدوده، وساعات بقرب ده شويه هنا اهو، بحيث تعرف ان المكان ده فيه الزغلول بتاعها. خلاص. وايه تاني يا رب؟ الترة دي يا رجاله، الترة دي وقعت مني امبارح، بقالها يومين كانت بره. طبعا الترة دي انا قصيص جناحها خريطها. وقعت ازاي بقى؟ كان الدكر بيجري وراها كده فانا ايه يعني بحاول اهشهم كده، بزحهم كده يعني. راحت النتاية طارت عمال ما بلحق الدكر، كان لسه هينط وراها، عمال ما بلحق الدكر بهش بايدي كده يعني. بص عليها معرفش هي راحت فين، اسأل عليها الشارع ولا حد يعرف. لو مفيش ريشة وقعت في الشارع تدل اللي هي وقعت. فين يوم والتاني ايه لقيناها في الدور الاول اللي مفيهوش حد يعني. فكانت مغامرة عمال ما جبتها، تنيت انط ومش عارف ايه، مشوار ياما يعني. شوية الحمام اللي هنا البولا دول، حمام بارد. طبعا الدكر ايه بيغازلها وكده يعني. طبعا دول بقى الدكر كده لا يوجد به امل، عطيناه كالسيومات، عطيناه كل حاجة. النتاية عايزة تشتغل، الدكر مفيش امل، الدكر ما بيزوفش اصلا. فاحنا هننزلوه نفس الوقت يريح. ده لو كان شغال يعني، هو كان شغال يعني كل الانتاج ده بسم الله ما شاء الله يعني. وكان في اخواته قبلهم وانا ايه، وانا بعتهم كده يعني. الدكر دول ده عيالهم، دول عيالهم تمام. وكان في قبلهم الفيديوهات القديمه دي كنت مصورهم كده، دول كانوا عيالهم والله. بس الدكر مريح. النتاية عايزة تشتغل، النتاية حست ما بص الحصى بتاعها اهو كده اهو. بصوا حست حصويتين، والنتاية دي كان اول شغل ليها وحست، بس حست حصوية واحدة. ودي كان برضه كان بقالها مدة مريحة وحست حصويتين، معانا 5 حصويات تمام. كانوا فاضيين. طبعا الضغط كانش بيكسر العطيرة دي، فاحنا هننقلهم من العين ديت للعين دي اوسع. دي مش عارف 50 في 50 تقريبا، لا استنوا 50 في 60. انا كنت شايلها من سوق الجمعة والله ما فاكر، بس كان 50 في حاجة. خلاص دي اضيق يعني، دي اضيق شوية. دي عايزة حمام نش مش فرخ. خلاص يعني الحمام ده ماشي طوله كويس مش وحش، يعرف يكسر جواه. ونزق له البلاستر، ونزق له طبعا مطيره. القص ده يعرف يكسر جواها. اما القصوص الطويله، انتوا الناس اللي بتقولي انتوا ليه بتقص البتاع ده، والله غصب عني. طبعا ما بعرفش اطلع افتح عليهم عشان يكسروا، وببقى مشغول وكده، فبحاول اقص جناحهم معاها ومنطقه الشرق بتاعتهم دي عشان ايه، حتى يعرف يكسر. خلاص انا لحد دلوقتي مش عارف زقه راح فين. ايوه السر كده كل مره اتكعبل فيه. لا ما نزلش هو طاير فين بقى ما اعرفش. خليكم معايا، تعالى نعدي السلك برضه خليكم معايا كده. والمفروض هو طالما مش موجود، هو يا اما بينجم يا اما ده حاجه خلاص نزل. فاحنا مع بعض. بصوا ما شاء الله، بصوا الرجاله، بصوا نجوم في السما. بصوا نجوم في السما باينه معاكم ازاي ما شاء الله. ربنا يبارك في صاحبكم. انا بحاول ابص عليهم. طب هما اللي بعاد دول تهيألي لا مش هم بتوع اللي هنا. انتوا فين؟ طب بص اوريك انا مش عارف. استنى كده اشوف.
انا برضه ساعات يعني بطلبهم واشوف كده من بعيد بلاقيهم جايين من هنا، بس هم ولا جايين من هنا ولا من هناك، يبقى هم كده نزلوا يا رجاله، يبقى نزلوا البيت القديم. تعالى هوقف الفيديو اهو. ايه الزغلول بتاعنا، الزغلول ده خلاص ان شاء الله كده عليه بقى، يعني اكتر وقت قاعد طاير يعني. بحاول افتح نفسه، طبعا هو مش هتبقى حلوه معاه قوي عشان هو فرد الواحد يعني، فبقى له اكبر مده طار فيها بقى له نص ساعه، يعني نص ساعه الا 5 دقايق بالظبط. بصوا احنا مش عايزين نكرر نفس السيناريو، مش انتوا ايوه انتوا ما بتروش. انا كان يعني كنت زعلان امبارح، قلت يا رب حتى لو كنت وقعت في حته حد يكون مسكها يعني، فاهمين؟ عشان دي يعني صغيره وكده، جناحها صغير وكده، فما تطيرش يعني، هتموت من الجوع والعطش. كده زورو مش طاير رجاله، كده زورو ضحك عليها ونزل. ابن طبعا انا هحاول الفتره الجايه بقى، انا هعكس الموازين. المفروض افرك حمام نشي حلو يعني، انا هحاول افرك حمام فرخه على قد ما اقدر، عشان عايز اعملها ان شاء الله يعني، ان شاء الله ان هي يعني اللي انا اعملها حمام، عشان اعرف يعني حتى لو نويت اجيب حمام جزار وكده، يبقى انا عندي حاجات مستعد بيها يعني. تمام. والفرد ده هيطلع ذكر يعني ان شاء الله. طبعا احنا كنا قايلين 4 نشيهم بقوا 3 رجاله. طبعا احلى حاجه في الحته دي الورد ده، انا مش لازم اعمل لوحده وهو طاير اهو، بس المشكله مش عايز ياخد مع حد. انت عايز تخش الباب، انا عايز احفظها بس الباب. هما الباقيين كنت بفتح عليهم زي الحط، التانيين كنت بفتح حمام معظمه، وعشان كده كانوا بيحفظوا المكان بدري. فانا دلوقتي بقيت خايف افتحه اصلا عشان هما ما بيدوش امان. تمام. فكنت بفتح عليهم يعني، كان يعني الفرد ده حافظ المكان من اول يوم تقريبا، الدكر ده حافظ المكان من اول يوم. وهنجربه نعمله كده فخ، طبعا تحت كنا بنعمله الطاره والمسافه تبقى صغيره، فعشان كده بنمسكه ايه الحبل ونشد على الحمام الغريب اللي بينزل معانا، فاكرين يعني لو انتوا فاكرين. تمام. هنا بقى هنعمله حركه تانية سيبتها، بس انا بطلع هنا الصبح بلاقي الحمام البري ده بيجي هنا ياكل عند الحمام، وفي نفس الوقت اخلص منه يعني، فاهمين؟ الفرد امتى الفرد ده كنت وانا بمسكه قطفتله شويه الريش اللي تحت اللي في ديله من ورا، يعني نص ديله هتلاقيه مقطوف. انا قلت اعمل لكم فيديوهات والله عشان الناس اللي بتشكي ما بعملش فيديوهات، وبيبقى غصب عني والله، برضو ببقى في الكليه وكده. هعمل لكم فيديو وانا رايح الكليه، هعمل لكم مواصلات بنت اللذينه دي. خلاص طبعا عشان ما اطولش عليكم، بس كده كانت حلقتنا. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم جديد، تعليق حلو يشجعنا. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.